أنا اعترفت في هذا الفيديو نتيجة إقرار. يا فندم في حاجة نتيجة الله مش نتيجة الله؟ لا أنا بتمنى حاجة دي قبل ما أنت قلت ليه؟ قلت ليه؟ احنا اتكلمنا؟ اتفضل. يا فندم أنا عايز الفيديو ده يتصور والفيديو ده مقطوع. أنا كان معايا موقف يعني كان موقف ما بينزلش مع رئيس الوزراء، كان معايا متابعات ومصفحات وكنت متغني سعيد. يا محمود اتفضل يا فندم. الكلمتين اللي انت قلتهم دول كافيين ان انا اودي الشريك للجنه. الشريك ده صح؟ بعد اذنك ولا تحت تاثير؟ طب خليني اتكلم ولا تقص ولا تقدم؟ تمام اقول لك هذا كبير. تمام انا بودي لجنه ثلاثيه تفحص الشرايط دي وتفرجها. طب انا اقول لك عندي طيب لو سمحت ما تتكلموش بقى. اكمل معاك. انا استغرقت المتابعه. اكمل معاك. حضرتك انا نزلت في ما يقول عن 6 مدرعات 6 مرات، انا والراجل اللي معايا ده واتعرفت عليه في النيابه. تحت كان في مدرعات وكنت ملم ونزلت ولم ده كله كان يا فندم بعد 20 ساعه تحقيق. كنت قعدت 20 ساعه تحقيق. قعدت 12 يوم كده سجني بتعذيب. وحضرتك انا قعدت طول يا سرني في التعذيب تحت 20 يوم. حضرتك انا بعد كده طلعت يوم 5/3 من جزرلي، قعدت مع اسلام بيه اللي هو معايا في التصوير 20 ساعه من الساعه 9 الصبح. انا قعدت مع اسلام بيه 20 ساعه بدون مقاطعه، كنت بصلي بس بدون مقاطعه. ده طبعا كل سبب ايه؟ اضرار ماديه معنويه كل ما كان. حضرتك في ناس معانا اتطحنت بكل ناس عاملين كلنا في التصوير وانا منهم، وحضرتك شفتك دلوقتي الكرشات بعد 6 شهور لسه معلومه فيه. بص حضرتك دي كان فيها صديق. انا مش عارف ضد الشرع يا واحد. طب الشرع يا فندم ده كاذب. انا بقول لك طب الشرع ده كاذب والشباب مين يقولوا بقى الكلام ده؟ ودي معايا اخويا. انا كبير ولا انت كبير؟ بعد اذنك انا عايزك تطلع المتهم رقم 21 واسم حضرتك المتهم رقم 16 خلاص يا محمود. طب اكمل المحاضرات حاجه حضرتك بعد ده كله دي ده احنا نثق في معدات المحكمه، لكن في حاجه اهالينا بعد كل حاجه ما تنزلهمش ولا هم بيشوفونا. حضرتك اهاليهم طيب حضرتك المره اللي فاتت يوم 31/7 طلعت تصريح ان احنا نزور، وانا كان عندي زياره يوم كمان ما كملتش. دول بقى انا حضرتك دلوقتي انا عايز لجنه من حضرتك مباشره تكشف علينا احنا دول قدام المحكمه والتصوير والكاميرات وتشوف اللي كان معانا. حضرتك لو سمحت يا استاذ. حضرتك احنا لما قعدنا انا ما اعرفش اقطع كده ولا انا قاعد اقول كل اللي عندي. بعد اذن حضرتك قعدت 12 يوم في الدكتور. بعد ال 12 يوم دول اول ما دخلت كان اخويا قعد 3 شهور ونص. دخلت ضابط امن الدوله قال لي خلي كل حاجه تمشي زي ما هي واعمل كل حاجه بمزاجي. قلت له يا فندم قال لي هشيل نادي العام. قلت له طب ليه مش ظلم؟ قال لي هشيلها انا هشيلها. وانا عاوز اقول لحضرتك في هنا في المحكمه امين الشرطه كان معانا في الزجر بعذبنا، لو عايز حضرتك اطلعه هطلعه، بس عايز حضرتك يعني مش عارف هيحصل ايه لما ارجع السجن بعد ما اقول الكلمه دي. هو حضرتك الامين ده طلع هنا ورجع تاني، انا شايفه ومعذبني ومعذب اخويا ونص اللي جوه كلهم. وفي 3 كمان، بس انا هقول لك في واحد لو عايز نطلعه من وسط الاهالي والناس هطلعه. امين شرطه وبيكتب وراه الموظفه ورا الناس كلها بالكتاب. عايزنا نطلعه دلوقتي اطلعه بس الحمد حضرتك احنا بنتمحن مقفول علينا الموضوع من رئيس المباحث من مامور من كل والفيديو كان عند الرئيس الكلام ده اللي يثبت في المحكمه بعد اذن يا ريس ده يعتبر الايام فيما تعرض هذا المتهم. لو سمحت طب ثانية بس آخر دقيقة، حضرتك اديني قدام الناس كلها قدام الكاميرات صاعد وقعدني مع أي واحد تختاره ساعة كهرباء، خليه يقول لك أنا اللي أخدت السباق، ساعة إحنا اطحنا كهرباء، معانا كهرباء تقضي مصر لمدة 20 ساعة 20 سنة، يا فندم غير كده
الفيديوهات ديت كامله كلها نتيجه الكتاب. صورنا يوم تقريبا 26/2 او 27/2 في امن الدوله في مازوي. انا صورت انا سمعت لك اللي انت عارف يا فندم بعد اذن حضرتك قولنا عنه كله. احنا يا فندم وجودنا احنا كده يعني ضايعين بس الناس عليهم حضرتك تمام. احنا يا فندم انا متهم برقم موجود متهم بقتل هناك عن زي ما بقول الكلام ده كله كان من الظلم. حضرتك بيقول لي انا سجل لي بيقول لي انت عديت رياض مشهور. حد يعدي دوله ونقطه من عاصمه يا فندم يعدي. انا عديت سينا كلها ووصلت السوق منطقتي ورجعت ورحت غزه قعدت 3 شهور ورجعت. يعني في منطقه مين ده ولا فين الامن وفين الجيش فين الشرطه؟ وطلب دفاع وتم عرض الفكر مش قادر يشيل وقرر الله هو مصورة الفكر. اعمل يا استاذ اتفرج على تعذيبه وهو متهم وشارك في تعذيب كل المتهمين الموجودين حاليا يا فندم. أولا يا فندم أنا حكمت يوم 19 فبراير 2016 19 فبراير 2016 رحت يا فندم على مكتب وزيري اتعرضت لأبشع أنواع التعذيب. اتعرضت يا فندم لأبشع أنواع التعذيب. أنا أول ما دخلت وزيري يا فندم كنت لابس قميص ولابس كاب ولابس فانلة ولابس بنطلون وبوكسر. والله اللبس كله اتقطع. اللبس كله اتقطع قبل ما ادخل على الوقت اللي هتعذب فيها. يا فندم احنا كنا بنتعذب في السواعد الكهربائيه يعني في اماكن حساسه جدا. يا فندم انا كنت داخل وعين يمين كويسه. انا عين اليمين الان شبه ما بشوفش بيها. عين اليمين الان انا ما بشوفش بيها خالص. بشوف بيها ما بشوفش خالص. بالشده التعذيب اللي اتعرضت ليه في وزارتي. انا اخذت 7 ساعات متواصله يتعلق على باب وتتعلق على حاجه كانوا بيسموها الشوايه. يا فندم اخذت 15 يوم. لا نتيجه اكراه. كل الكلام اللي قلته يا فندم كان نتيجه اكراه والاملاء. انا اخذت 15 يوم كنت بسمع الكلام ده قدام الساده الضباط والعيون المتغنيه. وللاسف يعني يا فندم للاسف نهايه النيابه ما كانتش حياديه. لان انا لما رحت النيابه قلت لالياس بيه اللي كان موجود معايا في الفيديو يا الياس بيه انا بتكلبش خايفي وبنام وانا بتكلبش خايفي وانا تعبان. قال لي بالظبط يا فندم امال هتعمل اصدار بعيني. يا ريس يهدي صوته عشان يكتب بس كل الكلام ده مهم. رحت لالياس بيه يا فندم بعدها بيوم بقول له انا عيني تعبتني من كتر الغنايه. انا عيني تعبتني من شده التعذيب. الغنايه الغنايه انا عيني يمين دلوقتي ما بشوفش بيها. قال لي الغنايه بتدعو للتامل والتفكر. كان بيرد عليا ردود استفزازيه وكان للاسف يعني هو كان مشارك في اللقاء اللي كان بيتم عليه بالنظري. انا اخذت فتره التحقيق كلها يا فندم في الجبل الاحمر. انا رحت النيابه يوم 5/3 قدمت 19 فبراير. رحت النيابه يوم 5/3 طلعت من النيابه على معسكر الجبل الاحمر لحد يوم 30/3 25 يوم يا فندم. كانوا ضباط امن الدوله في مازوي كانوا ينزلونا في معسكر الجبل الاحمر في حي السادس. المحكمة سألت المتهم انت بشاري ايه؟ شاري ضيق في كلية هندسة الفرقة الثالثة وقرر انه طالب فرقة السادسة ميكانيكا الأولى هندسة الذاتية. ميكانيكا هندسة الذاتية. ايه اللي حصل لك اول مرة؟ السبت الأرضي قبض عليا 25/2 وقرر انه قبض علي يوم 25/2 من المنزل الساعة 5 الفجر. الساعة 5 الفجر. الساعة 5 الفجر. كنت قبلها عامل عملية رباط صليبي. وأنا كنت قبلها عامل عملية رباط صليبي. 9/2. من 9/2. وريت ضباط أمن الدولة العملية وريت ضباط أمن الوطني العملية. برضه يعني راح شايلنا على كتفي. وراحوا شايليني. شالونا على كتفهم وحطوني في مدرعة. شالوني على كتفهم وودوك فين؟ في مدرعة. حطوني في المدرعة. بعدها على طول رفع عليا سكينة وقال لي يا ابني وبعدها رفع سكينة. قال لي يا ابني انت عامل عملية ومش عارف ايه ومش عايزين نأذيك وكذا وكذا وكذا. قال لي انت عامل عملية ومش عايزين نأذيك. انا عامل ايه او انت قلت لي ليه مش عارف ايه. وأنا سألتهم عن سبب القبض علي. فودوني على
الزقازيق. ودوني على مبنى امن الدوله في الزقازيق. فضلت اسبوع كامل يا استاذ طلابي تحت التعذيب، اسبوع كامل بالظبط. كامل تحت التعذيب. في اثار لو عايز تشوفها ممكن قول بس لا مش مفرجت. طيب كهرباء في راسي. صعقوني بالخيار الكهربائي في راسي وتماكن حساسه ورجلي ومكان العمليه ورجلي وبيعوني في ليله في برميل ميه ساقعه من الساعه بالليل عن في برميل ميه ساقعه وتحت تهديد وهنجيب ابوك وامك وهنعمل وكذا وكذا وكذا. قالوا لي هنجيب ابوك وامك. قلت لهم انا يعني في ايه ومين مش عارف ايه. تقول لي جوز اختك مش عارف ايه وكذا. قلت لهم انا مش هدعوا بجوز اختي يعني. وقالوا لي جوز اختك بيرتكب جرائم وانا قلت لهم ماليش دعوه بجوز اختك. فبعدها 9/3 خرجت من امن الدوله الزقازيق بعد اسبوع كامل من التعذيب. يعني خرجت من امن الدوله في الزقازيق. توجهت لنيابه امن الدوله. توجهت لنيابه امن الدوله. اللي حقق معايا في امن الدوله امن في محسن واحمد جوه مراته. دول اللي حققوا معايا. تم التحقيق معايا في امن الدوله، نيابه امن الدوله. وانا في نيابه امن الدوله يعني اول ما دخلت بقول لي ابي انا عملت ايه؟ ايه القوانين المتوجهه ليا؟ فبقول لي انت قتلت النائب العام ليه؟ وكون لي تهمه فبقول انا ما قتلتش حد. وتبين اي محكمه بان المتهم يتكلم. قلت له انا عايز محامي لو سمحت، محامي يحضر التحقيقات. اعراض نفسيه علي. ست الواحد يعني استلمت الاعراض النفسيه جت لي يعني جت من شهر تقريبا. المتهم بان الاعراض النفسيه اللي جت لي حتى ضباط العرب هناك ممكن يشهدوا على كده يعني. بس بالتاكيد تعالوا هم حضر الجلسه ونكتب كل حاجه. ايه الاعراض دي بقى اللي بتجيلك؟ اولا يعني يوم 13/7 كنت انا هناك. هو مره المتهم يوم 13/7 عمال اشوف قدام عيني حاجات غريبه يعني زي ما كنا انا حصل لي تغيرات رجعت السجن يومها. وحصل ليا تغيرات. فضلت ازعق في اللي معايا. فضلت ازعق في المتهمين خرجوني بالفعل المستشفى. وانا خرجوني بالفعل من المستشفى. حصل شد جسم مع الضباط نفسهم. وحصل جسم وشد مع الضباط. طبعا هم يضربوني وانا اضربهم وبقول لك مثلا لو انا بمثل كنت ضربت تأديب في السجن. بالفعل ما مش التأديب بس بالفعل انا وبعد كده ودوك التأديب. بدأت بالظبط من 13/7. ودوك التأديب؟ لا ما رحتش. لا ما رحتش التأديب. بالظبط فضلت من يوم 13/7 لعند 31/7 ما اعرفش انا فين. يعني شبه غيبوبه تامه. حصل لي غيبوبه تامه. هناك في السجن بيفكروا ان انا بمثل. هناك المتهمين فضلوا يعني ودوني المستشفى عايز اخرج الدكتور ما تمش ده. حتى ودوني الطب الشرعي يوم 24 ودوني الطب الشرعي مع 24/7 ودوني الطب الشرعي ب 24/7 حضرت الطب الشرعي. كلهم الاصابات واشكرهم الاصابات. اسمع الجلسه عشان الجلسه الجايه تفكر فيه بين الاعراض. حضرتك كتبت لهم الاصابات. مساعدات فرديه. اصابات هنعرف بعد الجلسه عشان نعرف الحقائق. اصابات داخليه وانا كان عندي اصابات. ده قرروا بس الطلابي وقلت لهم انا عايز اطمن على العمليه عشان رجلي اولا ما كملوش 10 دقايق في السجن. خلاص مفيش. طيب بس انت قلت على 14 و16 14 ساعات. انتوا عايزين 14